السلام عليكم. انا وحده من هاد الناس، حنا عاملين واحد وقفه احتجاجيه على وليداتنا، خصنا يقراو. ودابا من الدوله كنطلبوا ولادنا خصنا يكملوا القرايه ديالهم، خصنا الدوله تعاوننا في هاد العواول باش حنا نبقاو كنوقفوا كنا المدرسه واقفه. ما يمكنش، هاد العواول خصهم يقراو اولا. هادو وليداتكم، هادو ولاد الدوله، ولاد كلشي الحمد لله. هذا اللي كنطلبوا من الدوله، توصل المركزيه تفتح والدوله تعطي اللي خصو الدعم من هذا المركز ويقراو ولادنا. صافي هادشي اللي كنطلبوا من الدوله. المطالب ديال الناس راه خص ضروري من الدراري باش يقراو، راه خصو يكون واحد الدعم قار للدراري باش ممكن انهم يسيروا ويكملوا هذا راه خص واحد الدخل قار ضروري باش يكون واحد الدخل قار لهاد الدراري هادو. والناس خص كنطالبوا الناس المجتمع المدني ولا الناس المسؤولين ضروري باش يكون واحد الحل جذري للناس باش يخلصوا هاد الموظفين وهاد الاطر اللي كيقريو في هذا المركز. انا وحده من امهات ديال اطفال التوحد، وحنايا هنايا جينا عاملين واحد الوقفه لان دخلنا كان عندنا اجتماع مع الرئيسه، ما قنعتناش بالحوار ديالها وبالحاجه كامله اللي بغينا نطلبوا منها، ولهذا قالوا بان غادي يوقفوا لنا الاطفال ديالنا، والاطفال ديالنا الا جاو تجلسوا راه كيتاخروا ما كيتحسنوش باللغه العربيه. ولهذا دابا المؤطرات كاملين قالوا غادي يجلسوا لان ما تقضاوش الرتب ديالهم. حنا الدراري كيخصهم يقراو، خصهم فين يقراو، خصهم يقراو مزيان ويقابلوهم مزيان. دابا العواول دابا كانوا كيقراو عندنا كانوا كيقراو عندنا 8 ساعات، دابا كيقراو 4 ساعات اللي كيقراو. ما خصنا العواول خصهم فين يقراو، ماشي خصنا كل مره هاد المشاكل، كل مره مشاكل لا، خصنا المشاكل يتحل، ما خصو يتحل، خصنا الدراري خصهم يقراو فين يمشيو. اليوم دايرين وقفه احتجاجيه حيت الناس ديال الاطر هذه 6 شهور ما تخلصوش في الخلصه ديالهم، حيت ما توصلوش حتى شي دعم من الدوله لا والو، وهذا من حق ديالهم وحتى حنا مضامنين معاهم. علاش؟ حيت هما الا وقفوا وليداتنا حتى حنا ما هيوقفوا حتى همايا، وهذا يشكل واحد المشكل عويص. دابا مثلا انايا عندي توام بجوج عندي تيقراو في هذا المركز هذا، يعني هاد العواول هادو فين هيكونوا، فين هيمشيو، اشنو المصير ديالهم؟ والطفل التوحدي كما تنعرفوا راه صعيب التعامل ديالو. يعني هاد الناس برافو لهم حيت وقفوا 6 شهور صبروا مع العيال بلا خلاص، والسبب في هذا الشيء كامل انه الدعم ديال الدوله ما تنوصلوش به، وحنا اللي ما فاهمينش علاش حنا ما هاد الجمعيه علاش ما تتوصلش بالتعاون من الدوله. نورمالمون الجمعيات كاملين تيتوصلوا بهم، هاد الجمعيه ما تتوصلش بها باش تخلص الناس باش تقدر تكون تكلف بهذا العوامل. إيمان الشعباوي، رئيسة جمعية الأمل لأطفال التوحد بطنجة، الجمعية المسيرة لمركز طبيعي الفكري للأشخاص التوحديين، وكذلك رئيسة مجلس التدبير، وقبل هذا وذاك فأنا أم لشاب توحدي. المشكل اليوم هو مشكل نقول مادي محض. قبل ما نخوض في المشكل كنبغي نشكر الموقع ديال طنجة نيوز على الاهتمام والمواكبة لنا من الأول. اليوم الإشكال اللي كاين هو إشكال كنعاودها، هو إشكال مادي بالدرجة الأولى لانعدام الدعم أو واحد الدعم عمومي قار من المركز كباقي المراكز اللي كاينين هنايا في طنجة. المشكل الأساسي اللي كان اليوم واللي كان بسبب ديالو الاجتماع ما بين الآباء ديال الأطفال المستفيدين من خدمات المركز والمرافقين كذلك ديال هذه الفئة من هاد الأطفال، واللي حضرتوا على الوقفة اللي كانت في الباب ديال المركز بمعية الجمعية وبحضور المتمثل في شخص الرئيسة ديالها وأمينة المال ديالها، وبمعية كذلك الأسر ديال الأطفال وكذلك المكتب المسير والمرافقين. الإشكال اللي كان اليوم هو أن مجموعة من المرافقين لم يتلقوا الأجور ديالهم إلى من ابتداء من بداية السنة الدراسية، وكاين واحد المجموعة اللي باقين من السنة المنصرمة. واليوم من بعد الحوار مع واحد الفئة اللي امتنعت نهار الخميس غير التذكير، فاحنا اليوم السبت 9 مارس توقفت عنا العمل وامتنعت انها تستقبل الاطفال، والفئه الاخرى استبدت وقمنا بالعمل ديالنا عادي.
ولكن كذلك بالموازاة قمنا بحوار مع هذه الأطراف. كذلك كان حضور الآباء وحضور ممثل الآباء وحضور المدير ديال المؤسسة. حاولنا الحوار لمدة ما تفوق عن ساعتين. احترمنا فيها الرأي ديالهم أنهم بلا خلاص ما يمكنلهمش يكملوا يواصلوا العمل. احترمنا الرأي ديالهم، احترمنا القرار ديالهم. سالاو من المحضر ديالنا تعلق السبوره ديال الاعلانات، ثم قرروا انهم ينسحبوا. موراها تقرر ان يكون واحد الاجتماع اليوم بالاباء باش كنبلغوهم بالاباء وبحضور مرافقين كذلك، باش كنبلغوهم بالامور فين واصله، لان ما يمكنش الاستمراريه هكذا في ظل انعدام الدعم المادي. باش الانسان يمكن له يستافد من الناس، يمكن لها تستافد من الاجور ديالها. تقرر ان يكون واحد الوقفه، وكانت الوقفه انتم اطلعتوا عليها وحضرتوا كنتوا حاضرين معنا فيها. تعملت واحد الوقفه وتقررت ان غادي تكون وقفه كذلك يوم الاثنين، مقرره هنا في الساعه 10 صباحا بالمركز التربيه الفكريه، باش كنوع من نسمعوا الصوت ديالنا المسؤولين. وقبل من هذا ان راه اجتمعت الجمعيه والسيد المدير ديالها وسيد ممثل الاباء، اجتمعنا مع المسؤولين في ولايه طنجه، وكان الجواب ديالهم انهم غادي يردوا علينا في اقرب الفرصه، وهذا اللي كنتمناو ان يكون حل في هذا الجواب. المشاركه ديالنا كانت لا بغيتي تقول ذو شقين، كأم ديال الطفل المستفيد من خدمات هذا المركز كذلك، وكذلك كجمعيه مسيره للمركز. حنايا قلبا وقالبا مع هذه الفئه، اولا هذه الاطفال باش ما يكونش هناك توقف عن العمل، وكذلك حنايا مع هاد المرافقين اللي باقي ما تقاضاو الاجور ديالهم. دونك حنايا معاهم قلبا وقالبا مع الاسره كاسر، لان اي ام ومسيره ما كتنصلخش، بالعكس راه حنا كنصهروا، كترجع شخص واحد. دونك من جميع الجهات حنا معاهم، كأم كمسيره كرئيس مجلس تدبير، حنا مع هذه الفئه هذه. حنا كأسر ديال التوحد ما كنعانيوش غير نهار 8 مارس، حنا كنعانيو العام كامل. بالنسبه لليوم العالمي للمراه، الاسر او الامهات، المراه اللي حنا كنحترموا وكنهنيو المراه بعيدها، ولكن بالنسبه لنا المراه ما كتستاهلش نهار. المراه الحياه، المراه المنبع، المراه الركيزه الاساسيه ديال الاسره، الوتد. بالنسبه للاسر ديال التوحد، الام هذيك معاناه اخرى، ما كتحتاجش نهار ما كتحتاجوش ماشي غير الاحتفال، نهار كامل يكفيهاش باش تعاود لك المعاناه ديالها. هذيك معاناه ديال الام، ولكن حنا قابلين راضيين الحمد لله الحمد لله. الرساله اللي نبغي نوجه بمناسبه اليوم العالمي للمراه، ان المرأة لم تضطهد في يومها في مركز التوحد، مركز التربية الفكرية للأشخاص التوحديين. والرسالة الأخرى اللي كنبغي نوجهها هي عبارة عن نداء، ونتمنى تكون هنالك أذان صاغية لهذه الفئة، لهذا الشريك.